والفرق كمان مش في الساينز، يعني زي ما احنا بيقول الساينز نفسها انه حد هيعمل حاجه ولا لا، مفيش فرق في الساينز نفسها، العلامات نفسها، لكن الفرق في الخطوه، اللي بياخد خطوه. لان ممكن حد جدا يكون بيحب وكل مشاعره صادق وكل حاجه، بس مش هياخد خطوه. كان في لسه اغنيه لتامر عاشور بتقول لك بحبك وخايف نقرب نضيع، بحبك وعارف انه استحاله. الله، ده شعار الجيل. بالظبط. فهو الفكره بقى البنات بتقع في ايه كتير قوي، انه كل صاحباتها تقول لها يا بنتي بيلعب بيكي، ومامتها يا بنتي بيلعب بيكي، وهي مش قادره تصدق ده. ليه؟ لانه بتقول هو مش بتاع بنات، وهو صادق جدا، وهو بيجيب لي هدايا وبيعمل لي كل حاجه. فلما نيجي مثلا نتكلم، هي دي اللعبه، ان هو مش قادره تصدق ان هو بيلعب بيها. فانا اقول لها هو فعلا مش بيلعب بيكي، بس مش هياخد خطوه فعلا. يعني هو فعلا ممكن يكون بيحبها وفعلا صادق، ويقول لها انت اكتر واحده برتاح لها، وانت اكتر واحده مش عارف ايه. الكلام ده حقيقي. دايما هنا بقول لها في حاجه اسمها انا بنسميها المخده زون، اللي هو ايه؟ ان انا برتاح لك، انا مطمن معاكي، اكننا بنتكلم كنبه. يعني انت دي مشاعر تجاه كنبه، معناها ايه في الاخر؟ هيعمل ايه؟ ولا حاجه. هياخد خطوه؟ مش هياخد خطوه. لا، مرتاح لك وبحبك كل حاجه، وانتي حياتي وفعلا. واحيانا في ناس دلوقتي يقول لك كده، قال لي اي لايك يو، او انا بحبك، او ايوه ما بعدها بقى. لانه الفكره دايما في الخطوه.